السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ مرحبا بكم من جديد على قناه رشا نشرات السعاده. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الوصفه اللي هي رائعه وفي متناول الجميع. ممكن انك تقديها غير بواحد الثمن بسيط، يعني تاخذي 5 دراهم من الحاجه او 10 دراهم او حتى 3 دراهم ممكن يعطيها لك. يعني غير ما تعكزيش، نوضي من العكز وتبعي معايا الوصفه من الاول حتى الاخر ان شاء الله، وغادا عطيك واحد النتيجه اللي هي مرضيه. عيد مبارك سعيد عليكم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه ان شاء الله. غندوزوا المكونات باش ما نطولوش لا فيديو وانا كندردش معكم. اليوم اللي عندي في هاد الوصفه هذه هو السمسم كما كتعرفوا مشبع بالدهون. كتاخدي كتحمصيه، كتنقيه بعدا في الاول، كتنقيه مزيان او كتغسليه وكتشمشيه مزيان، اما في السطح اما ملي كتحمصيه كتاخدي طحنيه. كتكوني طبعا منقياه وكتحمصيه ومن بعد كتاخدي الطحنيه. ملي كتطحني كتحصلي على بودر بحال هذا الشكل هذا، هانتوما كما كتشوفوا على الكاميرا. يعني هذا السمسم رائع في التسميط. شتي ممكن تاخديه غير بوحديته، يعني كيزيد لك في المناطق الانثويه، كيزيد لك في الارداف، كيعمروا لك الدريعات ديالك، الجسم ديالك كله تبارك الله كيولي عامر، كتولي دبدوبه بهذا المعنى هذه كما كنقول لكم. وحتى الحنيكات ديالكم كيعمروا وتبارك الله كيوليو هكا مرفوعين. السوجه كما كتعرفوا السوجه راه زواعه، راه زوينه، كتزيد في المناطق الانثويه. السوجه هذه ما تخطاكش، يعني غتزيدي في الوزن، غير خاصك شويه ديال الصبر والعزيمه. خصك بغيتي تزيدي، نقول انا بغيت نغلط وبغيت نزيد في الوزن، يعني هذه هي العزيمه. غتقولي خصني نزيد لقدام. بحال اي حاجه كدوزي شي امتحان ولا شي حاجه وكتسني النتيجه في الاخر، يعني تنجحي تبارك الله وتخرجي بواحد النتيجه زوينه. كذلك الوصفه ملي كتاخديها تبعيها من الاول حتى الاخر، ما تقوليش ندوزها يومين ولا 3 ايام ولا اسبوع كاع ما عطاتنيش نتيجه. راه من الاسبوع الاول كتبان النتيجه، كتبداي تحسي براسك كتزيدي في الوزن، كتبداي تحسي بالصدر ديالك بدا كيعمر، كتبداي تحسي بالارداف ديالك وفخيضات كيبداو يعمروا. يعني راه ماشي غتجي في مره غتاكليها الخطره الاولى صافي هانتي تصبحي غليظه، اللي ما يمكنش. وضروري بنياتي تنقولها لكم اخوتي، لا يعني هذه الوصفه هذه راه رائعه زوينه كما كنقول لكم. راه ما غاديش نبقى نشكرها بزاف، يعني هي شاكره راسها كما كنقولوا. خذوا الوصفه وداوموا عليها. في الاسبوع الاول كتبداي تحسي بفخذات كيبداو يعمروا، الجسم ديالك كيبدا يعمر. راه انت كتبداي تلاحظي في الاول وكيفاش بديتي غدا وكتزيدي تدريجيا. كما كنقول لكم الصبر وداوموا على الحاجه، والله اخوتي قسما بالله تزيدوا في الوزن، وعن تجربه مضمونه وانا جربتها. وغير اليوم بالذات قسما بالله عاوتاني توزنت. كما كنقول لكم كنت نقصت 5 كيلو، بغيت نقص انا شويه في الوزن، مشيت لقيت راسي عاوتاني رجعت للوزن ديالي. عاوتاني كنت انا قلت لكم وصلت 78، دابا راه لقيت راسي اليوم 76 كيلو، حيت كنت نقصت 5 كيلو رجعت ل 73 وعاوتاني رجعت دابا ل 76. يعني كما كنقول لكم دائما نفسيه، ما تاخديش في خاطرك شي حاجه ضراتك خرجيها، حكيها مع ماماك، هضري معاها، شكي عليها، خوي عليها قلبك، هادي هضري تكلمي. شي ملي كتخرجي الحاجه من القلب ديالك كترتاحي وكتزيدي في الوزن. اما ملي كتبقاي شاده في القلب ديالك والتراكمات في القلب ديالك ما عمرك غادي تزيدي. قد داكشي اللي كتزيدي كطيحيه في دقيقه فاش كيطلع لك الدم او كتكوني منيريه او عصبك شي واحد. خذوا هذه النصيحه مني، يعني بردوا النفس ديالكم وخليو الماء فين يجري، وسمعي من هنا وخوي من هنا. هادشي اللي غادي نقول لكم. الوصفه رائعه بمكونين، يعني وصفه زوينه في زياده الوزن، كتسمن وكتغلظ وكتزيد لك في الارداف. كذلك حتى المؤخر ديالك كتولي مدوره وعامره تبارك الله. والله القسم الا تبعوا هاد المكونين بجوج غيعطيكم واحد النتيجه اللي هي الروعه. كناخذوا كاس الحليب بحال هكا، حليب كامل الدسم، هانتوما حليب كامل الدسم كتاخذوا كتفيضوه حتى تيفيض كيطيب. راه مزيان الحليب، شتي ملي كيطيب راه ما كيضركم ما والو. واخا الناس صحاب القول كيقول لك الحليب كيضرهم، يعني ملي كتفيضي الحليب راه ما يضرك ما حتى شي حاجه، غير هو فيضيه مزيان صافي وخليه شي شويه دافي. وغتاخدي ديري فيه المكون بحال هكا، ديري ملعقه ديال الصوجه بحال هذا الشكل هذا،
ملعقه هكا ممسوحه بحال هكذايا. كناخذوا كذلك ملعقه ديال السمسم بحال هذا الشكل هذا. ها انت اختي ما تخسري والو، تهلاي غير في راسك وما تنسيش راسك وتبقاي تابعه غير الوليدات. جري من هنا جري من هنا. ملي كتلقاي الراجل ديالك طيح عينه منك وكتكوني ضعفتي وليتي ضعيفه وليتي حاله وما كتبقايش تسوقي راسك وكتبقي ولادك والحاجه المخيره كديريها لولادك وكتشريها لهم وكتفضليهم على نفسك. ولكن ملي كتجي الدور الحياه الزوجيه ديالك والدار ديالك كتلقاي راسك فرطتي في راسك، ولكن منك السبب. راه ماشي الراجل اللي مفرط فيك، راه انت اللي مفرطه في راسك. هادشي اللي كنقول لك كل سيده تسبق من راسها. صوبي الوصفه ديالك وحطيها على يدك، يعني وصفه طبيعيه. كانوا رجال بلا ما يديروا الصوجه يديروا غير السمسم والحليب كفايه. كتزيد تبارك الله في الوزن تولي شهوه منك، تولي الجسم ديالك عامر وكلشي. راه حتى الرجال تيبغيو يزيدوا في الوزن وتيبغيو حتى هما يكونوا زوينين، علاش لا؟ اي راجل تيبغي يفرح براسو، تيبغي يشوف راسو راه زوين كيجي. وكنحاول انني نحفز فيكم باش تنوضي وما تعكزيش. دابا انت اللي كتشوفي فيا من هنايا نوضي وصوبي بحال هذا الكاس هذا وشربي وسيري تنعسي. خدي كاس في الصباح وكاس في العشيه وغترحموا ليا الوالدين عليها. قسما بالله تزيدي في الوزن، انا كنحلفها لك بالله. وانا راه ما كنبغيش نحلف، ولكن راني كنحلف لك على واحد الحاجه اللي هي صادقه وجربتها انايا. ها انتم ملي كناخذ غير هذا الكاس هذا راه كنديرو كنشربو، والله القسم لقيت راسي رجعت للوزن ديالي. هادشي باش نقول لكم، راه حلفت لكم على الصدق. تبعوا هاد الصوجه هادي وهاد السمسم رائعين في التسمين. ممكن اختي تزيدي معاهم حتى ملعقه ديال السيليلاك. الا عندك سيليلاك وعندك وليدك صغير كتعطيه سيليلاك بقيت تسرقي منه سيليلاك. وبقيتي تاخدي شي ملعقات من السيليلاك ديال ولدك وزيديهم في هذا الكاس هذا، كيولي مشروب كامل متكامل. يعني كتكوني واقفه على الصح، الدريعات ديالك ما كيترهلوش، الفخيضات ديالك كيوليو تبارك الله عمرك كتولي دبدوبه. يعني كتولي كتشهي زوينه، اللي شافك تعجبيه. راه ما بقاتش في هذا، راه كاين الواحد كل واحد وزينه وكل واحد والجماليه ديالو، وكل مراه عندها الانوثه ديالها خاصه بها. يعني هي عارفه كيفاش الانوثه ديالها تظهرها، باللباس ديالها، بالشوفه ديالها، بالصحيحه ديالها، بالحاجه اللي فيها زوينه. يعني ما عمرك اختي تهملي راسك. انا كنقولها لك في الدار ديالك لبسي داك الشيء، نضري طاحوا لي سمحوا لي، يعني لبسي داك الشيء اللي انت تيعجبك. وفي الزنقه طبعا راه كتخرجي كديري زيفك ولا جلابيتك ولا كتلبسي الرومي، يعني لباس محترم وكتخرجي. اما في الدار ديالك لبسي اللي عجبك قدام الزوج ديالك، يعني لبسي كولو، لبسي هذه الحاجه اللي لبسيها كيجيو دوك الفخيطات ديالك عامرين، الصيقان ديالك عامرين، يعني مثرطقين، تيبغيو يتعصروا بالدم القدمين ديالك. ملي كتكوني كتاخدي بحال هذا المشروب هذا وكتزيدي في الصحيحه ديالك كتولي روعه وزوينه. هادشي اللي بغيت نشاركو معكم. راه الوصفه زوينه رائعه. وبغيت النقطه اللي بغيت نقول لكم، البنات اللي قالوا لي عندنا الكرش ولا النساء، شحال من اخت كتباتها ليا ودخلوا عندي الواتساب، دخلوا عندي لهذا الواتساب. اي وحده بغات تدخل عندي الواتساب دخل عندي، مرحبا بها، نهضر معاها، نتكلم معاها كأم ليها ولا كأخت ليها ولا كصديقه ديالها، ماشي مشكل. مرحبا بكم على الراس والعين. يعني نجاوبها يعني باي حاجه، باي سؤال اللي كيخص المراه، او يعني التجربه انني عندي وليداتي. يعني هاد الوصفات اللي كنقدم معكم كلهم صحيين وزوينين، يعني غير داوموا عليهم، ما غتخافوا خوتي حتى شي حاجه. اكيد غادي تزيدوا في الوزن. وهني بالك وما ديريش بالك في حتى شي حاجه وما تبقايش تاخذي في خاطرك. يعني الدنيا ما غنديو فيها حتى شي حاجه، ما غنديو معنا حتى حاجه. هادشي اللي كنقول لكم. البنت اللي قالت لي عندي البطن ديالي كبير وكتكون عندي الكرش، ولا كناخذ شي وصفه كتزيد ليا في الوزن ولكن كدير ليا البطن ديالي كيولي يعني عامر، ولا هانتي البطن الا كان عامر غتردي بالك واش عندك بوم زوين. البطن ديالك الا كان كبير كتشوفي راسك واش عندك القولول. الا ما عندكش هادو كاملين تقدر يكون عندك الغازات. الا ما عندكش الغازات عندك انتفاخ البطن. هادو كلهم خصك يعني تشوفيهم واش كاينين عندك.
اما كدوزي عند الطبيب وكتعرفي شنو عندك، اما راه كتعرفي انت بطريقتك واش عندك انتفاخ الباطن، واش عندك عادي، واش عندك المعده. الا عندك حتى المعده كتضرك حتى هي كديرها هكاك. غادي نعطيكم اليوم الوصفه اللي غادي تطلق لكم، اللي بغات تحيد البطن ديالها، البطن ديالها يولي مسطح يعني زوين مقاد. اي حاجه لبستيها كتجي معاك، لبستي الرومي كيجي معاك. يعني غتاخذوا 2 معالق ديال الشاي الاخضر، كديروهم في ماء مغلى، في كاس ديال الماء مغلى، كاس كبير. كديري 2 معالق ديال الشاي، كديري نص معلقه ديال القرفه، كديري نص معلقه ديال الزنجبيل، كديري كذلك ملعقه ديال هذا الكمون حتى هو راه زوين، الحبوب ديالو. الكمون حتى هو كديري واحد العصره ديال الحامض، غير عصره الحامض بحال هكا، كديريها في كاس وبقيت تشربيها اختي. تبعيها دومي عليها، والله الا هي اللي انا داومت عليها ولا البطن ديالي غادي يعني كيتحيد. ما بقاش عندي البطن، يعني ولات كلشي مقاده، الجناب ديالي مقادين. لبستي رومي كيجي معاك، لبستي التقليدي كيجي معاك. حاولوا انكم تخدموا على راسكم، وكذلك السبور. اي وحده تقول لي رقيقه وانا ضعيفه وما يمكنليش اختي ندير السبور وما عندي ما نطيح، لا لا اختي، غلط هذاك. يعني انتي كتمشي السبور على حسب الصحه ديالك، انك باش تخرجي ديك الطاقه السلبيه وكترجعي بواحد الطاقه ايجابيه، كتجي ناشطه لدارك وضحكه مع ولادك وديري حركات في الدار. ومن هنا البطن ديالك وديري الحركات ديال البطن راه كاينين، دخلوا اليوتيوب وشوفوا، يعني كل شيء موجود. خاصكم غير تحلوا عينيكم وتشوفوا تقلبوا اي حاجه. وحتى المكونات اللي تنقدموا معاكم يعني قلبوا عليهم في جوجل، قلبوا عليهم في اي بلاصه، يعني غتقراو عليهم وغادي تعرفوا المنافع ديالهم. المنافع ديالهم اللي كيمكننا نديروه. كانوا الناس بكري كيديروا بحال هذا الشيء هذا، وكانوا تبارك الله كتلقايهم صحاحين، وحنا كهم حمرين مطرطقين بالحموريه مزنقين. دابا لا، دابا ولا بنادم طالع في الدروج وهو سخفان عيان. علاش؟ حيت ما كيديرش بحال هذا الشيء هذا. تبعوا خوتي لا فيديو، واللي عجبكم من الاعجاب ديالكم. وانا اختي رديت عليك على وديت هاد الوصفه ديال يعني باش تحيد لك الكرش. انا قلت لها قيديها في ورقه وديريها وتابعيها وغتردي عليها وترحمي لي الوالدين عليها. كنتمنى لا فيديو اللي عجبكم من الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايك ديالكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي يشترك ويضغط على زر الاشتراك، ما غيخسر حتى شي حاجه. ولا بغى يدير لي افضل وبغى يدي واحد الاجر يبارطاجي لي القناه ديالي مع الاصدقاء ديالو والاحباب ديالو. تنقول له من هنا شكرا وعلى راسي من الفوق. والله يخلي لكم وليداتكم حتى نتوما، والله يجعل ربي داكشي اللي كتمناو الله يجعل ربي يسهل لكم فيه. وعيد مبارك سعيد. يلا السلام عليكم.